الأخبار الموجزة ليوم الأحد. وزع الهلال الأحمر الأفغاني 7 أنواع مساعدات غذائية على 500 عائلة متضررة من الفيضانات في مناطق متفرقة من عاصمة مقاطعة غزني. بدأ بناء مبنى لإدارة النفط والغاز في مقاطعة خوص بتكلفة 3 ملايين أفغاني، وسيتم الانتهاء منه في 3 أشهر. حسب تصريحات بلدية كابول، سيتم الانتهاء قريبا من إعمار ممر مشاة ممتد من أمام مستشفى ابن سينا إلى بوابة لاهور ويقدم للاستخدام. قالت شركة التنمية الوطنية إن وزارة المناجم والبترول قد أوكلتها مسؤولية استخراج الفحم من منطقة بلخاب، وبدأت أعمال التعدين الأولية. تم إنقاذ طفلة من بيعها بجهود وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قام مسؤول الصحة البيئية في بلدية كابول بمراقبة وفحص مرشحة الدخان لنظام التدفئة المركزية في مناطق مختلفة من مدينة كابول. يريد البنك المركزي أفغانستان بانك بيع 14 مليون دولار أمريكي غدا يوم الاثنين في المزاد العلني للحفاظ على سعر عملة أفغانية.